السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. شوربة الفول النابت حاجة كده من الخيال. شوربة خفيفة جدا، شايفة لون الشوربة فاتح ازاي. طبعا الفتة دي عليها تيست نقلها خالص من كون ان هي شوربة صحية لشوربة دسمة جدا. التيست اللي ضفنا له شوربة النابت خلاها بعيدة تماما عن كونها شوربة صحية وخفيفة. كل دي اسرار موجودة في الفيديو. لو عايزة فطار مختلف، ده غدا خفيف جدا، يبقى حضرتك لازم تدخلي معايا الفيديو وتدخلي معايا القناة. هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. من الاكلات اللذيذة او المختلفة، او لما بنحب نغير وزهقنا من الفطار المتكرر فبنحب نفصل شوية ونريح المعدة، او بنعمل غدا مختلف تماما لما نكون مش عايزين نعمل اكل وتعبنا من عمايل الاكل. من ضمن الاكلات دي هي شوربة الفول النابت. بصراحة يعني حاجة تستحق ان انت تجربيها. خفيفة جدا، لذيذة جدا، مختلفة تماما. لكن اهم من كل المميزات دي انا لازم اعملها صح، لازم اعملها بتست يخلي ريحتها حلوة ويدي طعم للشوربة جميل جدا. طيب محتاجة ايه؟ محتاجة فول نابت. طبعا ده مغسول، منقوع في المية 12 ساعة. بعد ال 12 ساعة بيتلف في حتة قطن ويتنسم له بالمية يومين 2، بيبدأ ينبت بالشكل ده. محتاجة ايه للشوربة علشان تديني تيست مميز جدا؟ محتاجة بصل اخضر، محتاجة بصل احمر، طماطمايه، فلفلايه، ورقتين 2 من اللورة، ليمونة، مكعب من مرقة الدجاج. المكعب ده مليان بهارات حقيقي، بيغنيكي عن انك تستخدمي بهارات. انا هغسل الفول تحت الحنفية مرتين 3 لحد لما اتأكد تماما ان هو مفيهوش اي شيء. في حلة على النار، بصلة اقطعها بالشكل ده، اعصر نص الليمونه، تشققات بس كده في البصله وهضيفها، كذلك تشققات في الطماطم. هاخد قطعه من الفلفل على حسب حراره الفلفل. الفلفل ده سبايسي فانا هاخد القطعه دي بس. هضيف ورق اللورة وهضيف مكعب المرقه. هنزل بالفول، هضيف معاه نص معلقه من الملح. خدي بالك عشان مكعب المرقه فيه ملح. هضيف ربع معلقه من الكمون عليه، وهسيبه بقى لحد لما يستوي خالص، نكون جهزنا مع بعض الفتة اللي هنعملها على النابت مع الشوربة. هغطي عليه وهسيبه 40 دقيقة لحد لما الفول يستوي. طبعا في المرحلة دي بترجع لحضرتك. لو حضرتك حابة تاكليها بعيش، تكسري عيش وتعمليها زي الفتة، او تشربيها شوربة، فده بيرجع لحضرتك. لكن علشان بتتعمل الفتة فلازم الفتة تتطعم عشان يبقى طعمها حلو، لان شوربة الفول النابت حاجة كده شبيهة لشوربة الناس التعبانة. خفيفة جدا، ما فيهاش اي دسامة من اي نوع. فاحنا طبعا عشان هي يعني نخليها دسمة شوية، فده صباع من الزبدة. طبعا حضرتك سهل جدا تستغني عن الخطوة دي، لكن لو جربتيها هتفرق معاكي جدا. وهبدأ ابشره على العيش المكسر. هيشيلها من كونها فتة على الفول النابت وهيوديها في مكان تاني، اللي هو ايه؟ اللي هو حاجة كده بريحة وطعم السمنة البلدي. هسيب المبشرة زي ما هي وهنزل عليها بالشوربة. عايزة اقولك ان الشوربة بتاعتها مش معقولة. طبعا هحاول اخد الشوربة بس من غير الخضار اللي فيها، وهبدأ انزل على المبشرة علشان اسيح السمنة اللي موجودة عليها. انزل على العيش. طبعا الفول استوى، عايزه اوريكي قد ايه الفول استوى. شايفه؟ استوى جدا. فطبعا الميه متبخره متملحه مظبوطه جدا. طبعا الوصفه الاصليه يا جماعه بيتعمل له تقليه توم، طشه توم كده ويتضاف عليه. بصراحه انا مش بحب الخطوه دي خالص، لكن لو حابه حضرتك تعمليها فهي دي تكمله الوصفه الاساسيه للفول النابت. لكن انا بحسه انه خفيف من غيرها. ايوه ناس هتقول لي طب والزبده؟ الزبده يا جماعه مش اكتر من ان هي بتطعم لي العيش بس،
لكن لو حضرتك حابه تستغني عن الخطوه دي فعادي جدا ممكن تستغني عنها. هغطي و5 دقايق علشان العيش يشرب الشوربه ويكون طعمه مميز جدا. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم في فيديو تاني جديد.